خليك انت ماسك لي في البروتين وسايب الحاجه اللي ليها علاقه بسرطان القولون. كلنا بنحسب البروتين بس قليل اللي بيحسب الفايبرز. الفايبرز بتقلل فعلا خطر الاصابه بسرطان القولون. كل يوم المفروض الراجل ياكل حوالي 35 جرام فايبرز، والست تاكل حوالي 25 جرام فايبرز. المتوسط بتاع الناس بياكلوا كام؟ 10 جرام فايبرز. والفرق الكبير دوت بيفسر ليه الناس بتجوع في الدايت، ليه الوزن بيثبت، ليه خطر الاصابه بسرطانات القولون زاد. ازاي يعني؟ الفايبرز لما بتنزل الامعاء، البكتيريا بتاعت الامعاء بتبدا تكسرها لحاجه اسمها البوتيريت. البوتيريت ديت بتغلف القولون وتحميه من خطر الاصابه بسرطان القولون. طب يعني ناكل الفايبرز دي منين؟ موجوده في الكابشن. بص هتلاقي اكلات بناكلها يعني العادي بتاعنا، بناكلها في المطبخ المصري كتير، ودي مش قائمه غريبه، ده اكلنا المصري بتاعنا احنا بس اللي بطلنا ناخد كفايتنا منه. ويعني اهو اديك عرفت ان الجوع مش مجرد اراده، في حاجات ساعات بيبقى جسمك محتاجها بيحاول يقولك عليها. اعمل سيف للفيديو وابقى ارجع له قبل ما تعمل اي وجبه، وحاول تستخدم الحاجات اللي موجوده في الكابشن.